البادجت للبروجكت ده كولج فاند اللي هو هيبقى 95,000 للسنه، والريكويرمنتس بتاعتي هتحتاج 4K، والكورس هيحتاج 28. انتوا دلوقتي هتشوفوا خطة خريج من خريجين كامب يونج بروجكت مانجمنت بروفيشنال، والخطة دي لأول مشروع في حياته وهو حلمه في المستقبل بعد ما اتعلم خلال 5 أيام أساسيات ال PMP. مش عايز أحرق لكم بس نتائجهم مبهرة. أنا اسمي كريم كمال، ومشروعي النهارده إن أنا عايز أبقى مهندس. أنا ليه عايز أبقى مهندس؟ السبب الرئيسي إن أنا بحب أعمل أنالايزنج وأحل مشاكل، وإن أنا ليا في الفيزياء. بس عشان أحقق المشروع ده لازم أعمل السكوبس الموجودة دي. إيه السكوبس دي؟ لازم أتقابل من جامعة كويسة جدا، ولازم أجيب فوق 90%، ولازم وانا في الهاي سكول يعني اتعلم بقى اوتوكاد، سكتش اب، وفيوجن 360. بس هحتاج اكويبمنت او ريكويرمنتس شبه الكتب، المسطره والكالكوليتر. البادجت للبروجكت ده هيبقى الكولج فاند اللي هو هيبقى 95,000 للسنه، والريكويرمنتس بتاعتي هتحتاج 4K، والكورس هيحتاج 28,000. للاسف في ريسكس ممكن تيجي في هذا المشروع. الريسكس اللي ممكن تيجي ان انا ما اتقبلش من جامعه حلوه، ما انجحش، اعيد سنه، او الايكويبمنت بتاعتي تدوس تتكسر. فانا هحط ATK احتياطي لو حصل اي مشاكل. برايورتيز اللي انا محتاجها ان انا لازم اذاكر كويس جدا، ولازم ادخل كليه شاطره، وانا المفروض ان انا ادخل كورسز كتيره علشان اخد كل المعلومات اللي انا هحتاجها وابقى احسن من التلاميذ اللي معايا. و انا شخصيا اجيب فوق ال 90%، يا ريت اقفل ان شاء الله. الاشخاص بقى اللي هم الستيك هولدرز اللي هيحددوا انا حياتي هتروح كده او كده، نيجاتيفلي او بوزيتيفلي. في النيجاتيفلي بروفيسور الجامعه، صحاب وحشين، كويس. الناس بقى اللي هتعمل بقى بوزيتيفلي عيلتي، دكتور الجامعه برضك هو بيجي في الاثنين، امير ده مهم برضك كده، رشوه وبتول. انا والستيك هولدرز عفوا قوي يعني التايم سكيدجول. انا لما هبقى في الهاي سكول اسمه ايه ده، يا اما هقعد سنتين او 3، وده هيبقى في الوقت ده هيبقى عندي ما بين 16 ل 19 سنه. ولما ان شاء الله ادخل كليه، لازم ابقى انا من نفسي ناوي ان انا ابقى كويس، ولازم انا كمان ابقى عايز من نفسي ان انا انجح. وانا كمان لما ادخل الكليه هعمل ريسيرش واكتشف ايه اللي في الهندسه اللي انا محتاجه عشان ادخل المجال الصح اللي هيريحني انا نفسيا. وبس، شكرا.